ولكن إيه اللي حصل؟ تعالوا نرجع للقصة من البداية. شاب اسمه حسين عراقي الجنسية، أبوه مصري وأمه عراقية. بعد ما رجع مصر في قريته ميت عنتر فتح محل ملابس حريمي، ومستواه المادي كان كويس جدا. اتقدم لإيمان عادل بنت جميلة ومن عيلة محترمة لما عرف أدبها وأخلاقها، وعلشان يتجوزها دخل شخصيات كبيرة من قريتهم علشان إيمان وأهلها يوافقوا عليه. وفي النهاية إيمان وافقت عليه بعد تردد كبير، وإيمان كانت لسه بتدرس وكانت بتكمل دراستها بعد ما اتجوزته، وكانت شايفة بيتها ومذاكرتها على أكمل وجه. وكانت الحياة في البداية كويسة، ولكن بعد وقت قصير بدأت تحصل بينهم مشاكل كتير بسبب علاقاته النسائية المتعددة. وإيمان علشان طيبة ومتربية على إن أسرار بيتها مينفعش تطلع بره، فما كانتش بتقول لأي حد من أهلها على المشاكل اللي بينها وبين جوزها. ولكنه في النهاية قرر إنه يطلق مراته، وأول ناس اعترضت على إنه يطلقها هم أهله، لأنهم شايفين إيمان واحدة محترمة وكويسة جدا وصاينة بيته، فيطلقها ليه؟ ولكنه بعد كده اتعرف على بنت من قريته عايز يتجوزها، ولكن المشكلة إنه علشان يتجوزها لازم يطلق مراته.